السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة تانية إعدادي في كل محافظات مصر. أهلا بيكم يا أبطال، إن شاء الله تكونوا دايما بخير. طبعا أنت دلوقتي عمال بتفكر تفكير وبتقول في عقل بالك أنا خلصت خلاص امتحانات الشهر، هل من المنطقي إن أنا المفروض أرجع أذاكر 6 دروس قراءة و3 دروس استماع و5 6 دروس نحو اللي ملعبكين دول؟ هقول لك لا. طب أمال الحل إيه؟ الحل في إن إحنا عملنا لك خطة هتحل معاك كل ده إن شاء الله. أول حاجة هنبدأ بيها إن إحنا نحل التقييمات وأسئلة كتاب المدرسة مجمعها لك في اختبارات. طبعا يسلم الذي جمع هذه التقييمات. نبدا بسم الله. بيقول لك هنا نص الاستماع من درس الهويه والعالميه: إن لكل إنسان جذورا يفتخر بها وتاريخا يمده بالقوة ولغة تعبر عن روحه ودينا وثقافة يشكلان وجدانه، وهذه العناصر جميعها تسمى الهوية. فالهوية هي ما يجعل الشخص مميزا وفريدا، وهي التي تجعلك حين تقول أنا مصري تشعر بعزة وفخار لأنك تنتمي إلى وطن عريق. حلو. صنع حضارة علمت الدنيا وخلدت أسماء حملت راية العلم والإبداع. حلو قوي. دي كده الفقرة أو النص المفروض موجود. حلو قوي. بيقول لك كده مرادف خلدت. طبعا هنا هيجي واحد هي بيقول لك وخلدت أسماء، يبقى هنا أول حاجة هو بيقول لك وخلدت أسماء. طبعا يجي واحد يقول لك شهرت، غلط مش صح. هنا ميزت برضو، لا. عرفت، لا. هي معناها أبقت. تمام. هنا بيقول لك مضاد عزة. مضاد عزة يا إما ذلة ولا جبن ولا تنازل ولا جه. طبعا هنا نعمل السحابة المجنونة بتاعتنا وهي ذلة. حلو قوي. تعالى بقى نشوف الصح وغلط. بيقول لك ايه؟ تشمل هوية المرء تاريخه ولغته ودينه وثقافته. تمام، الإجابة دي صح مظبوطة. بيقول لك هنا تشجع الهوية الأفراد على المشاركة في تنمية بلادهم. أكيد طبعا. حلو. طيب يبقى احنا هنا بيقول لك ايه؟ خلاص خلصنا الاثنين صح وغلط. بيقول لك علاقه جمله وهذه العناصر جميعها تسمى الهويه. حلو قوي. تعالى هنا نطلع ونشوف الدنيا فيها. بيقول لك ان لكل انسان جذورا، خلي بالك بقى، يفتخر بها وتاريخا يمده بالقوه ولغه تعبر عن روحه ودين وثقافه يشكلان وجدانه. خلي بالك ان هو كل دي ايه؟ تفصيلات. كل دي تفصيلات. وهذه العناصر جميعها تسمى الهوية. يبقى ده كده علاقته ايه بقى يا عم؟ ده كده اجمال بعد تفصيل. ليه؟ لان هو فصل الاول قال لك اهو جذور وتاريخ ولغه ودين وثقافه ووجدان وهذه العناصر. يبقى كل دي عباره عن عناصر. يبقى ده كده اجمال بعد تفصيل. يبقى ده كده اجابتك ايه؟ اجمال بعد تفصيل اهو. حلو. بيقول لك هنا علل: عندما تقول انا مصري تشعر بعزه وفخار. ليه؟ علل يعني ليه؟ طبعا بتاخدوها في الدراسات كتير او في العلوم. لانك تنتمي الى وطن عريق صنع حضاره. يبقى هنا لانك اهو، لانك تنتمي الى وطن عريق. حلو. تمام. صنع حضارة علمت الدنيا وخلدت أسماء. صنع حضارة أهو، صنع حضارة خلدت أسماء وعلمت الدنيا. خلدت أسماء وعلمت الدنيا. وعلمت الإيه؟ وعلمت الدنيا. طيب هنا بيقول لك القراءة من درس عالمية اللغة العربية. حلو الكلام. بيقول لك هنا ايه؟ لقد أضاء سماء أمتنا العربية علماء مبدعون وسبقوا غيرهم إلى اكتشاف ظواهر هذا الكون وقدموا خدمة جليلة للإنسانية، حيث كانت اللغة العربية هي اللغة التي دون بها هؤلاء العلماء اكتشفتهم. حلو قوي. مرادف جليلة. طبعا كلمة جليلة يعني عظيمة. حلو. بيقول لك هنا مضاد أظلم. طبعا هنا عكس أظلم ايه؟ أضاء. يبقى عكس أظلم أضاء اهي. لقد أضاء. حلو. بيقول لك هنا صواب أم خطأ، يعني صح ولا غلط. كانت اللغة العربية وعاء لاكتشافات العلماء الغرب في الطب والفلك. تعال نشوف. وهنا الراجل بيقول لك ايه؟ لقد أضاء سماء أمتنا العربية علماء مبدعون وسبقوا غيرهم إلى اكتشاف ظواهر هذا الكون وقدموا خدمة جليلة للإنسانية، حيث كانت اللغة العربية هي اللغة التي دون بها هؤلاء العلماء اكتشافات. حلو. يبقى هنا اللغة العربية كانت وعاء لاكتشافات لعلماء الغرب في الطب والفلك. تمام. بيقول لك هنا حدد التعبير الأكثر إيحاء بالريادة والفضل التاريخي موضحا دلالته. حلو. يعني هنا أكتر تعبير مكتوب في الفقرة بيوحي بالريادة والفضل التاريخي. يبقى أنا هنا ممكن أقول إيه؟ حيث كانت اللغة العربية هي اللغة التي دون بها إيه؟ يبقى هي دي. يبقى هي دي.
هنعملها كده جيم عشان ايه ننجز. طيب تعالى بعد كده بيقول لك القراءة من درس قيم الرياضة ممارسة وتشجيع. حلو. لقد ارتفعت الأصوات المطالبة بتقليل التركيز المفرط على تحقيق الانتصار في المسابقات الرياضية حتى تحولت كثير من المنافسات إلى ساحة صراع محتدم. حلو قوي. طيب مرادف كلمة محتدم ومضاد ارتفعت ومفرد المنافسات. حلو قوي. هنا عندك ساعة صراع محتدم. طبعا هنا صراع محتدم يعني صراع قوي، او يعني محتدم يعني قوي. حلو الكلام. مضاد ارتفعت انخفضت. مفرد المنافسات المنافسة. حلو. بيقول لك هنا ما اثر تحول كثير من المنافسات الى ساحات صراع، يعني ايه اللي حصل لما المنافسات اتحولت لايه؟ لساحات صراع. حلو كده. يبقى انت هنا هيبقى عندك ايه؟ اللي حصل هنا يا باشا ان ده اثر على ايه؟ قيم الرياضه. يبقى هنا ايه؟ ادى الى تاثير سلبي على قيم الرياضة. كيف يمكن للرياضة أن تكون مصدرا لترسيخ القيم وتهذيب السلوك؟ ليه؟ إمتى بقى؟ يعني بيقول لك هنا إزاي هتبقى الرياضة مصدر لترسيخ القيم وتهذيب السلوك؟ عندما تكون تستخدم بإيه؟ بقيم. عندما تستخدم بقيم. يبقى هنا عندما تستخدم بقيم إنسانية وإيجابية. حلو. تعال هنا بقى يا باشا النصوص بيقول لك من نص لا تلمني في هواه. حلو. نزلت في كل نفس وتمشت في دماها فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها وبها الفن تجلى وبها الإيه؟ العلم تباه. حلو. مرادف تجلى. حلو الكلام. وبها العلم وبها الفن تجلى. كلمة تجلى يا أولاد يعني إيه؟ تجلى هنا يعني ظهر. مضاد فاها صمت. ما هي فاها معناها نطق، يبقى صمت. جمع نفس أنفس ونفوس. حلو. اشرح الابيات السابقه مبينا دور الاسره في حمايه اللغه. ازاي؟ ما هو بيقول لك هنا اهو. يبقى هنا استخدام الام في استخدام الام اللغه العربيه لتعليم ابنائها، وعندك هنا ايه؟ نطق الاب دائما باللغه العربيه. يبقى هنا ايه؟ استخدام الام للغه لتعليم اولادها، ونطق الأب بها. حلو. استخرج تعبيرا يوحي بأن اللغة موجودة في فطرة الإنسان وكان ونزلت في كل نفس وتمشت في دماء. يبقى هنا يبقى عندك إيه؟ نزلت في كل نفس وتمشت في دماء. كلام جميل قوي. تمام. تعالى بقى نروح للحج، اخر حاجه معانا في الاختبار الاول وهو القواعد النحويه. بص يا سيدي بيقول لك لغه القران هنا بيقول لك ايه؟ عظمك الله قدرا ومجدا، فهي لغه القران منذ اكثر من 1400 عام تعهدها الله بالحفظ واعلى منزلتها، ومن تعلمها نال شرفا عظيما، فكم علماء يسعون لينالوا هذا الشرف وان كانوا من غير اهلها ولكن لم تأخذ حظها وافرا من الاهتمام. طبعا انت عندك هنا يا عمنا حاجتين، عندك شرفا وعندك لينال. حلو قوي كلام جميل. وعندك هنا من غير اهلها. طيب هو انا مستر المفروض ان انا اعمل ايه؟ بص يا سيدي، ومن تعلمها، خلي بالك ان ده شرط انت خدته في الترم الاول، ومن تعلمها نال شرفا. نال هو ماذا؟ شرفا. يبقى انت عندك هنا شرفا هتبقى عباره عن ايه يا عم الحاج؟ مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه. مفعول به منصوب وعلامته الفتحة. حلو قوي. طيب هنا بيقول لك لينالوا، فكم علماء يسعون لينالوا. طب هم ليه بيسعوا؟ ليه؟ عشان ينالوا. لم تعليل، وهنا ده فعل من الافعال الخمسه عشان اخر واو جماعه اتصلت بيه واو جماعه، يبقى ده هتقول لي فعل مضارع اهو، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع
منصوب بلام التعليل وعلامته حذف النون، وعلامته حذف الايه؟ حذف النون. حلو. طب انت يا عم عايز ايه؟ بيقول لك من بعد هنا من غير اهلها. بص يا سيدي انا عايز اقول لك على حاجه. من بعد كلمة غير جميع سوى وكل وبعض مضاف إليه، ما بعد غير وكل وسوى وبعض مضاف إليه، وما بعد مع، يبقى هنا أهلية تبقى عبارة عن إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جر والكسر، يبقى ده كده إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامته الكسر. يبقى هنا انت عندك وان كانوا من غير اهليه مضاف اليه مجرور بعلامه جر والكسر. خلاص تعالى بقى نروح نشوف الاستخراج هو عايز مننا ايه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ عايز منادى واذكر نوعه وحكمه. لغه القران، طبعا هنا في غلطه معموله ضمه. حلو، يبقى انت عندك هنا ادي يا عم المنادى لغه القران. حلو الكلام. يبقى هنا ده عباره عن مضاف نكره زائد معرفه، يبقى ده كده منادى مضاف. طب حكمه ايه يا مستر؟ حكمه طبعا النصب. المضاف والشبيه بالمضاف دايما ايه؟ والنكره غير المقصوده دايما منصوبين. يبقى هنا طبعا هنقول ان هو حكمه ايه؟ منصوب، او هنقول حكم النصب. طيب عايز تمييز محول وبين ايه؟ وبين المحول عنه. انا قلت لك قبل كده لو انت شفت فيديوهات المراجعات او شفت فيديو التمييز، ان هنا انت عندك في التمييز المحول ده بيبقى عباره عن ايه؟ اللي بيجي بعد كثر وصغر وكبر وعظم وازداد وزاد وكفى، دي بتبقى تمييز محول. واللي بيجي محول عن مبتدا ومحول عن فاعل ومحول عن مفعول والكلام ده كله. حلو قوي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ لغه القران عظمك الله قدرا. هي المفروض كانت تبقى ايه؟ عظم الله قدرك، عظم الله قدرك. تمام. يبقى هنا ده كده المفروض ان هو ايه؟ تمييز اهو. يبقى هنكتب هنا قدرا. تمام كده. وده كده المفروض ان هو ايه؟ محول عن مفعول به. يبقى ده كده محول عن مفعول به. كم واذكر نوعها. حاضر، انا قلت لك قبل كده في كم الخبريه وكم الاستفهاميه يا عم الحاج لو انت معايا، لو كم ما جاش قبلها حرف جر وما جاش بعديها تمييز منصوب بوش خبريه، ما جاش قبلها حرف جر ما جاش بعديها تمييز منصوب وش خبريه اهي، يبقى هنا بيقول لك ايه؟ فكم علماء، ولا كم قبلها حرف جر ولا تمييزها منصوب، يبقى فكم من علماء يسعون لينالوا هذا الشرف، حط قبلها من نفعت يبقى خبريه. يبقى هنا كم اي كم علماء. حلو الكلام. يبقى اقول له هنا ايه؟ كم خبري. حلو قوي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ عايز اسلوب شرط وحدد اجزاء، وده ترم اول بس برضه تمام. لما يطلب منك اسلوب شرط بتدور على من او ما او متى او اين او كيف او اي حاجه من ادوات الشرط بتاعه الترم الاول او اي. هنا بيقول لك ايه؟ بين ومن تعلمها، ادي فعل الشرط وادي الجواب بتاعه. يبقى من تعلمها نال شرفا. يبقى هنا ادي عندك من، وادي تعلمها فعل الشرط، يبقى ده كده عباره عن ايه؟ فعل الشرط. تمام. وادي نال هيبقى ايه؟ جواب نال، جواب الشرط، فعل جواب الشرط. حلو الكلام. والكلام خلص. طيب احسن الطلاب عملا المجتهدون، احسن الطلاب عملا فكافاهم الايه؟ المعلم. عايز هنا بقى ايه؟ سؤال مجرم وصايع، عايز اعراب عملا في الجملتين. احسن الطلاب عملا، طبعا عملا هنا قلنا بعد افعل التفضيل، المفروض ده ان كده ايه؟ محول عن مبتدا. المفروض ان هنا ايه؟ عمل المجتهدين احسن عمل. حلو، او احسن الطلاب. حلو كده. يبقى انت عندك هنا ان ده كده عباره عن ايه؟ ده تمييز يا بيه منصوب وعلامه نصبه الفتحه، تمييز منصوب وعلامته الفتحه. خلاص كده بقى، اسكت بقى. ماشي. حلو. هنا بيقول لك احسن الطلاب عملا فكافأهم. طبعا احسن ده فعل ماضي، مين اللي احسن الطلاب؟ احسنوا ماذا؟ عملا. يبقى هنا تبقى اعرابها ايه؟ مفعول به منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. تمام. طيب ادي يا عم النحو. تعالى بقى نروح نشوف. بص بقى، خلي بالك من اللي جايه دي، اقسم بالله مهمه جدا وبتتكرر كتير وسؤال امتحان. 11 و12 بيقول لك اكتب الارقام بالاحرف مع تصويب التمييز، مع تصويب التمييز. حلو. هنا بيقول لك ايه؟ قرأ 11 تلميذ 12 قصه في
21 ساعة. حلو الكلام. تعالى بقى نكتبها له كده عشان تبقى الدنيا رايقة. طيب أنا هقول هنا إيه؟ قرأ. أنا قلت لك إن 11 و12 بيتوافقوا مع المعدود. توأم توينز بيبقى هو تلميذ إيه؟ مذكر، يبقى قرأ 11 تلميذ زي ما هي. طب تلميذة قرأت 11 تلميذ. 11 تلميذ. حلو. يبقى أنا أروح نازل هنا أقول له يا باشا قرأ. حلو الكلام. أدي 11. حلو الكلام. ماشي. تلميذ. قرأ 11 ايه؟ تلميذ. تمام؟ تلميذة سوري. يبقى هنا يبقى عندي ايه؟ تلميذة. يبقى قرأ 11 ايه؟ ما بعد 11 والكلام ده كله بيبقى تمييز منصوب. تلميذا عشان 11 هيبقى عبارة عن ايه؟ عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. قرأ 11 تلميذ 12 قصة. يبقى هنا قصة ايه؟ المفروض ان هنا قصص. حلو الكلام. هتبقى قصة. يبقى انا عندي هنا قصة. قصة هتبقى تمييز منصوب عادي جدا. ماشي. طيب يبقى هنا المفروض ان القصة دي ايه؟ مؤنث. حلو الكلام. طب قرأ 11 تلميذا ماذا؟ يبقى ده خلي بالك ان العدد هيبقى مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. اجابتك غلط. ليه يا مستر؟ ما احنا قلت لك ان في 12 انت بتعرب ايه؟ 12 بس، بتعرب 2 بس. يبقى هنا هتقول له ايه؟ اثنتي. بص 12 اهو قصة. يبقى اصبح ان اثنتي دي تبقى مفعول به منصوب بالياء. منصوب بالياء. ليه؟ لان هي يعتبر ملحق بالمثنى او بنعملها معامله المثنى. يبقى قرأ 11 تلميذ 12 ايه؟ قصه. حلو الكلام. يا ابي بكر طالب مجتهد. حدد نوع المنادى واعربه. بص بقى السؤال هنا المفروض ان هو ايه؟ في تكايه مجرمه. ليه؟ يا ابي الواحد بينادي على ابوه. يبقى واحد هنا بينادي على ايه؟ بينادي على ابوه. طيب بكر هنا طالب مجتهد. بيقول له ان بكر طالب مجتهد. يا ابي بكر طالب مجتهد. حلو الكلام. طب يا هنا حرف نداء محدش قال حاجه. طب يا ابي المفروض ان هو هنا ده كده ايه؟ مضاف لياء المتكلم، ولا المفروض ان هو نكره مقصوده، ولا المفروض ان هو نكره ان هو شبيه بالمضاف. حلو الكلام. طبعا شبيه بالمضاف بره الكلام. يبقى انا عندي هنا ان يا ابي. حلو الكلام. يبقى هنا الراجل بينادي على مين؟ بينادي على ابوه. طيب يبقى انا يا مستر هنا محتار ما بين حاجتين، نكره مقصوده او منادى علم مفرد. طبعا ما فيش علم مفرد او ايه؟ مضاف. يبقى هنا نوع المنادى ايه؟ المنادى هنا نوعه ايه؟ نوعه مضاف. مضاف الى ياء المتكلم. طبعا هنا ايه؟ حكمه منصوب وعلامته الفتحه. حلو تمام. بيقول لك هنا اشتريت نقط مجلد 15 ولا 15 ولا 15 ولا 50 ولا 12. تعالى. حلو. تعالى كده واحده واحده. هو مجلد ده المفروض ان هو ايه؟ مفرد صح؟ منصوب يبقى تمييز. تمام. ما حدش قال لك حاجه. حلو الكلام. طيب انا هنا دلوقتي عايز اجيب له عدد زيه. طبعا 15 لا، يعني 15 لا. ليه؟ لان مجلد هنا المفروض ان هو مذكر فدي مش هتنفع. طب 15 تنفع. ليه؟ لان العدد بيخالف الايه؟ المعدود من كام؟ من 3 ل 9. طيب هنا 50 ما تنفعش عشان المفروض ان الكلمه تبقى مفعول به، يبقى اقول له 50. طب هنا ايه؟ اشتريته 12. ليه 12؟ ليه 12 مجلد؟ لان انت عندك هنا ان دي كده المفروض 2 هتروح جايبه ايه؟ هتيجي مع مؤنث. يبقى اجابتك اهي 15. يبقى 15. ليه؟ لان انت عندك ان مجلد ده 10. انا قلت لك ان 10 بتنزل زي ما هي، بتنزل مع المفرد مع المذكر مذكر ومع المؤنث مؤنث. طب 5 بتخالف. تمام. خلصنا الحته دي. تمام. بيقول لك هنا التعبير الكتابي: تخيل انك اجريت مقابله مع رئيس هيئه قناه السويس، اكتب تقرير عن هذه المقابله يتضمن النشأة، التعليمي، المناصب، ابرز الانجازات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي الاسئله اللي انت هتسال ايه فيها. حلو الكلام. تعالى هنا نكتب ايه؟ المحاور. اول حاجه
يبقى المحاور. كلام محترم قوي. يبقى انت هنا المفروض لما يقول لك المحاور المفروض ان انت تروح ايه؟ اول حاجه ترحب بالضيف بتاعك. يبقى هنا المحاور اهلا وسهلا بك ايها الرئيس. ما هو رئيس الهيئه بقى، مش الرئيس المصري، يعني مش رئيس جمهوريه، هو بيقول لك هنا مع رئيس هيئه قناه السويس. حلو الكلام. طيب انت هنا هتروح كاتب له ايه؟ تكتب له هنا رئيس الهيئه اللي هو الضيف، رئيس الهيئه. حلو الكلام. طبعا هو يقول لك ايه؟ اهلا ومرحبا بك، انا سعيد لمقابله. يبقى هنا يقول لك ايه؟ اهلا اهو، اهلا ومرحبا بك ايها المحاور. خلاص تمام، جميل قوي كده، سلمنا على بعض ورحبنا ببعض والدنيا تمام. طيب هو انت مستر عايز ايه تاني؟ اقول لك بقى تعالى نروح للراجل تاني المحاور. اول حاجه هتساله فيها هو ايه؟ ما هو الراجل مديك معطيات، فانت ما تبقاش بقى ايه بدماغ بخاخه وتروح مجود من دماغك، لا امشي ورا المعطيات. اول حاجه بيقول لك ايه؟ النشأه. يبقى اول حاجه ايه؟ النشأه. ثانيا التعليم. يبقى انا نقول له ايه؟ ما هي او ما البلد التي نشأت بها في حياتك. حلو الكلام. طبعا اديله هنا ايه؟ كويتشن مارك بتاعتك، علامه استفهام. ماشي. هيجي هنا الراجل هيتروح لمين؟ هتروح لرئيس الهيئه تاني، ادي هو رئيس الهيئه. حلو الكلام. هتروح هيقول لك ايه مثلا بقى؟ انت طبعا هنا مش مديك معطيات قوي، فانت هتروح هابط. هيقول لك مثلا ايه؟ لقد ولدت في محافظة الجيزة. حلو الكلام. طيب فاضل لك ايه تاني بعد كده؟ تعال نروح لمين؟ اهو قال لك خلاص النشأة التعليم. طيب يبقى انت هنا هتروح لمين؟ المحاور. عفاريت الشاشة جت يا جدعان. المحاور مثلا ما الشهادة التي حصلت عليها في مراحل تعليمك؟ بس اديله الكويتشن مارك يا باشا بتاعتك كده على طول. طيب اروح لمين؟ اروح لرئيس الهيئه. حلو الكلام. هيقول لك هنا ايه مثلا؟ لقد تخرجت في جامعة القاهرة والتحقت بكلية الهندسة، والتحقت بكلية الايه؟ بكلية الهندسة. طبعا انت هنا الباب مفتوح، انت ممكن تهبط براحتك، يعني انت هنا الباب مفتوح لك ممكن تهبط براحتك، بس خلينا نمشي فين؟ في المعقول. ادي كده انا سألت على النشر، سألت على التعليم، كده فاضل لي ايه؟ بيقول لك المناصب وابرز الانجازات. حاضر يا عم تعال. يبقى هنا ايه؟ المحاور. ما المناصب التي عملت بها؟ كويتشن مارك. ماشي. هيجي نروح لمين؟ نروح للحاج تاني رئيس الهيئة اهو، رئيس الايه؟ الهيئة. حلو الكلام. هيقول لك هنا ايه؟ لقد عملت مهندسا في بداية مشواري، ثم نائب رئيس مجلس إدارة لشركة هندسية كبيرة مثلا، ثم ترقيت والتحقت بايه؟ والتحقت ثم اصبحت ايه؟ رئيسا لمين؟ لهيئه قناه السويس. يبقى انا كده سالت عن مين؟ عن المناصب. طيب فاضل لي ابرز الانجازات. طبعا عشان انا خطي كبير شويه وما كفاش. ابرز الانجازات هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان انا مثلا هنا شاركت في مشاريع مهمه، شاركت مثلا في حفر قناه السويس الجديده، شاركت مثلا في تنظيم الاعمال وهكذا. القاعده الاملائيه بيقول لك هنا حط خط تحت الكلمات المبدوءه بالف وصل وهمزه قطع. حاضر يا عم. هنا بيقول لك يبقى ده كده ايه يا عمنا؟ ده كده قطع اهو. اكرم الاب قطع، تمام زيها. ابناء قطع. الحاج ده وصل.
نقطة. تغير الكلمة المناسبة التي تضمن حرفا ينطق ولا يكتب مما بين القوسين. طيب هنا بيقول لك ايه؟ رجل محترم، يبقى انت تقول له ايه؟ هذا رجل محترم. ادي الخط، طبعا انا مش عايز خط ولا حاجة. حلو الكلام. تعالى بقى نروح للامتحان التاني. بيقول لك نص الاستماع من درس اللغة والهوية. حلو الكلام. إن الصلات التي تربط بين اللغة والهوية تجعلنا نحاول الكشف عن التحديات التي نعترض سبل تعزيز اللغة والهوية وكيفية مواجهتها وتأثير ذلك على الفرد والمجتمع، خصوصا في تلك الآونة التي شهدت تقدما تكنولوجيا واسعا ما زال مستمرا وأصبح العالم فيها قرية صغيرة. حلوة. بيقول لك هنا إيه؟ المراد بمواجهتها، يعني المقصود بمواجهتها الاستسلام، التصدي، الهروب، الاندماج. طبعا هنا تبقى ايه؟ التصدي له. حلو. مضاد ترتبط، طبعا هنا ايه؟ تربط، عكسها تفصل. شهدنا في الاونه الاخيره تقدما تكنولوجيا اصبح فيه العالم ايه؟ قريه صغيره. يبقى اصبح فيه العالم ايه؟ قريه صغيره. حلو. بيقول لك هنا تدفعنا الصلات الى التي تربط بين اللغه والهويه الى ايه؟ اهي. يبقى الكشف عن التحديات. يبقى هنا تدفعنا الى الكشف عن ايه؟ الى الكشف عن التحديات. ماشيين كويس؟ الناس اللي بدات تنام او بدات تزهد معلش خليك خلاص هانت وقربنا نخلص. حلو. اجب عما يلي. بيقول لك هنا ايه؟ في رايك كيف تساعد اللغه المرء في ابراز هويته؟ حلو الكلام. تعالى بقى هنا بيقول لك اهو تجعلنا نحاول الكشف ونتعرض سبل تعزيز اللغه والهويه كيفيه تاثير ذلك على الفرد خصوصا في تلك الاونه. يبقى هنا ايه؟ برضه هنقول ايه؟ عن طريق اهو في ابراز هويته، عن طريق برضه نفس الاجابه اللي فوق. عفريت الشاشه رجعت تاني. عن طريق الكشف عن التحديات التي يواجهها الفرد. يبقى هنا عن طريق الكشف ايه؟ في التحديات التي تعترض سبل يواجهها الفرد في ايه؟ في تعزيز سبل اللغة والهوية التي يواجهها الفرد بسبب اعتراضها للغة والهوية. حلو. القراءة بيقول لك من نص الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي رحمة الله عليه وعلى جميع شهداء الوطن. بيقول لك هنا إيه؟ عرف الرفاعي بشجاعته الفائقة وإقدامه النادر، وكان دائما في الصفوف الأولى للمعارك يقود رجاله بنفسه ويضرب المثل في التضحية والإخلاص، ولأن روح الجنود من روح قائدهم فقد أحب الرفاعي رجاله ووثق بهم. وبيقول لك هنا إن هو وضع نفسه فين؟ في خدمتهم. حلوة. معنى الفائقة، طبعا هنا الفائق معناها ايه؟ معنى الفائقة يبقى هنا ايه؟ المتميزة. حلو. مضاد النادر، عكس النادر الموجود. يبقى هنا عكس النادر الايه؟ الموجود. طيب يبقى هنا عكس النادر او طب هي كلمة النادر اصلا معناها ايه؟ ما هي كلمة معنى النادر ايه؟ القليل. حلو. بس هنا عندك مش معناها القليل، واقدامه النادر يعني ايه؟ اقدامه الكثير او العظيم. يبقى هنا عكس كلمه النادر. عرف النادر بشجاعته الفائقه واقدامه، ما هي اقدامه يعني شجاعته. النادر يعني ايه؟ اللي هو قليل الوجود. يبقى عكس النادر ايه؟ الموجود. علاقة قوله فقد أحب الرفاعي رجاله بما قبلها. أنا قلت لك قبل كده إن الفاء زائد الإيه؟ زائد الجملة الفعلية يروح مديك إيه؟ يديك نتيجة. الفاء وجملة اسمية يديك تعليل. يبقى العلاقة هنا نتيجة من غير ما إيه؟ من غير ما تفكر. طيب القائد الناجح من ينشغل بمهامه الرسمية عن واجباته الاجتماعية؟ لا طبعا. هنا بيقول لك ايه؟ من يواجهون الموت معا يجب ان يعيشوا حياتهم معا. صح، لان الراجل الله يرحمه قال الكلام ده. حلو الكلام. ما الفكره الرئيسه للفقره السابقه؟ طبعا هنا الفكره الرئيسه هي ايه؟ شجاعه ابراهيم الرفاعي. يبقى هنا شجاعه ابراهيم الرفاعي. او لما انت تيجي هنا تروح قايل له ايه؟ تيجي تروح قايل له مثلا ممكن تقول له ايه؟ دور القائد. حلو. اكتب قيمتين تعلمتهما من هذا الدرس. اول قيمه يعني ايه؟ الدرس المستفاد. اول حاجه وهي ايه؟ الشجاعه.
يبقى اول حاجه وهي ايه؟ الشجاعه والاقدام. طيب دي كده القيمه الاولى. طب يا مستر القيمه الثانيه تبقى عباره عن ايه؟ القيمه الثانيه وهي ايه؟ التضحيه من اجل الوطن. يبقى هنا التضحيه من اجل الايه؟ من اجل الوطن. طيب تعالى بقى نطلع عشان نشوف الدنيا رايحه فين. تعالى هنا بيقول لك القراءه تاني من نص الحقوق والواجبات. آي بني سادت عند امثالك من الشبان فكره خاطئه، وهي شده المطالبه بالحقوق من غير الالتفات الى الواجبات مع تلازمها. فبيقول لك ايه؟ فهما معا ككفتي الميزان، ان رجحت احداهما خفت الاخرى، وهم يلجؤون الى كل الوسائل للمطالبه بحقوقهم. حلو قوي. بيقول لك هنا ايه؟ مرادف سادت. طبعا سادت هنا معناها انتشرت. مضاد خاطئة صحيحة. مفرد الوسائل الوسيلة. حلو. بيقول لك ما الفكرة غير الصحيحة التي يتحدث عنها الكاتب في النص؟ ايه هي بقى؟ وهي ايه؟ انتشار شدة المطالبة بالحقوق. يبقى الفكرة غير الصحيحة هي انتشار شدة المطالبة بالحقوق. وضح الهدف الذي يسعى الكاتب لتحقيقه من خلال توجيه خطابه لابنه. هو هنا بيسعى لايه؟ بيسعى الى ايه؟ تعليم ابنه وابعاده عن ايه؟ عن الفكره الخاطئه. يبقى هنا الفكره هي تعليم الابن وابعاده عن الافكار الخاطئة المنتشرة. الخاطئة ايه؟ المنتشرة. حلو. هنا بيقول لك ايه؟ نص صناع المجد. قل للبناة المصلحين أن اخلقوا شم الذرة ورواسخ الأطواد جيلا من النشء القوي إذا مشوا رفعوا الرؤوس بعزة وعناد. حلو قوي. بيقول لك هنا إيه؟ مفرد كلمة الشم. هي هنا المفروض مؤنثها إيه؟ شماء. يبقى هنا مفردها إيه؟ أشم. حلو قوي. بيقول لك هنا إيه؟ معنى كلمة رواسخ. طبعا هنا الأطواد يعني الجبال، رواسخ يعني إيه؟ يعني قواعد. جمع كلمة جيل أجيال. ما الدعوة التي تشتمل عليها الأبيات؟ هي هنا الدعوة إيه؟ الشاعر بيدعو لإيه؟ الشاعر هنا بيدعو لمين؟ اللي هم البناء المصلحين إن هم يوصلوا لإيه؟ للقمم. وبيوصل بيتكلم مع الجيل اللي هو الصغير إن هم يطلعوا إيه؟ يطلعوا جيل من النشء قوي. يبقى هنا إيه؟ الدعوة للبناء بتربية جيل من النشء بتربية جيل من النشء القوي. حلو. بيقول لك هنا وضح الجمال في قوله شم الذرة ورواسخ الأطواد. حلو قوي. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ قل للبناة المصلحين أن اخلقوا شم الذرة. طبعا شم الذرة يعني ايه؟ يعني القمم. حلو قوي. طيب ورواسخ الأطواد هم هنا يخلقوا؟ لا طبعا هنا ايه؟ يبقى هنا صور الشاعر. يبقى تقول له هنا ايه؟ صور الشاعر أن الجيل الجديد مثل قمة الجبل. ما الرسالة التي أراد الشاعر إيصالها في البيتين؟ أول حاجة الرسالة هي إيه؟ توصية البناء على الأبناء. توصية البناء على النشء الصغير، وتوصيتهم إيه تاني؟ وتوصيتهم على بلدهم مصر. على بلدهم ايه؟ مصر. حلو قوي. النحو. تعال. كم من انهار تفيض في العالم ولكن نهر النيل عجيب، فقد ظل هذا النهر متدفقا طيلة دهور طويلة، وانعكس هذا الخلود اثرا على الطبيعة المصرية، فهي شخصية معطاءة بلا حدود، فيا نيل مصر انت سر الحياة. حلو الكلام. طيب هنا بيقول لك ايه؟
عايز اول حاجه يعرب نهر. خلي بالك كم من انهار، كم من خبريه وش وتمييزها مجرور بحرف الجر. طيب ولكن نهر النيل، لكن جه بعديها اسم، يبقى هنا نهر بقت عباره عن ايه؟ نهر هنا يا بيه بقت عباره عن اسم، لكن اسم، لكن ماله؟ منصوب وعلامته الفتحه، منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. حلو قوي. بيقول لك هنا ايه؟ تمام. وانعكس هذا الخلود اصلا على الطبيعه المصريه. طبعا هنا هو ايه؟ نعت، معرفه وصفت معرفه تبقى نعت، نعت مجرور وعلامه جره الكسره وعلامته الايه؟ الكسره. حلو. طيب فهي مالها؟ فهي شخصيه. احنا قلنا ان اي ضمير بيجي في اول الكلام بيعرب ايه؟ بيعرب مبتدا. يبقى هنا فهي مالها؟ شخصيه. يبقى شخصيه هنا عندك ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ خبر مرفوع وعلامته الايه؟ وعلامته الضمة. حلو. تمييز لغير كم واعربه. يعني ايه تمييز لغير كم؟ يعني هو هنا عايز ايه؟ عايز تمييز مش بتاع كم، عايز تمييز تاني. حاضر. طيب بيقول لك هنا ايه؟ فكم من انهار تفيض في العالم ولكن نهر النيل عجيب، فقد ظل هذا النهر متدفقا. اوعى تقول لي متدفقا تمييز، ده خبر ظل. دهور طيلة دهور طويلة، وانعكس هذا الخلود اثرا على الطبيعة، وانعكس هذا الخلود. يبقى هنا المفروض وانعكس اثر الخلود، وانعكس اثر الخلود. يبقى هنا انعكس الخلود اثرا. لما يجيب لك كلمه زي دي نكره منصوبه، حط قبلها من او من حيث، من حيث الاثر، يبقى دي تمييز. يبقى هنا كلمه نكره منصوبه بيقول لك وانعكس، مين اللي انعكس؟ هذا. يبقى هنا اللي بيجي بعد ايه؟ اسم الاشاره بيعرب بدل مش عليك. حلو. وانعكس هذا يبقى ده فاعل، الخلود اثرا. وانا قلت لك التمييز لو كان قبليه فاعل يبقى محول عن فاعل. يبقى ده كده المفروض ان هو ايه؟ اثرا اهو. تمييز منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتح. حلو. منادى واذكر نوعه علامه اعرابه. طيب يا نيل مصر، فيا نيل مصر. طيب طبعا هنا المفروض ان مصر معرفه، يبقى نكره زائد معرفه بيديك ايه؟ مضاف اليه. يبقى هنا نيل، وهيبقى عندك هنا ايه؟ منادى مضاف. ده كده نوعه طبعا حكمه ايه؟ منصوب وعلامته الفتح. ضمير منفصل واخر متصل. منفصل هو عندك هنا يديك ايه؟ يديك انت. حلو. ويجي بعد كده يبقى فاضل لك ايه؟ تعالى كده فاضل لك مش عايز متصل، اجيب له هات له اي حاجه بقى. تمام. دهور طويله وانعكس هذا الخلود كم من انهار، لكن نهر النيل عجيب على الطبيعه، فهي شخصيه معطاءه، فهي النيل ومصر. تمام. هو هنا هو هنا احنا المفروض ان احنا كده ايه؟ بنموت نفسنا. كم من انهار تفيض في هذا العالم، وعايز ضمير متصل. الخروج ولكن نهر النيل عجيب، فقد ظل هذا النهر متدفقا طيله الدهور الطويله، وانعكس هذا الخلود اثرا على الطبيعه المصريه، فهي شخصيه معطاءه بلا حدود، فهي نيل مصر انت سر الحياه. مفيش ضمير، مفيش ضمير متصل، مفيش. حلو. تمييز لكم واجعله مجرورا بالاضافه. كم من انهار، هتقول كم انهار، يبقى هنا كم من انهار، كم من انهار هتخليها ايه؟ كم انهار تفيض، كم انهار بس. يعني انت هتحذف من. قضى العامل في المصنع 16 سنة سبب الخطأ. حلو الكلام. هو هنا المفروض ان انت عندك ايه؟ كلمة سنة المفروض ان هي ايه؟ مؤنثة، يبقى هتقول ايه؟ 16. يبقى انت هنا قضى العامل، ادي هنا قضى فعل والعامل فاعل، في المصنع جار ومجرور متعلق بايه؟ بكلمة سنة. حلو الكلام. طيب يبقى انت هنا هتعكس، هتقول 16 سنة. شكرا. نجح هذا العام أكمل بتمييز مناسب. كم من طالب. ده حاطط استفهام. ما دام حط استفهام هتروح سائل بايه؟ تمييز منصوب يا بيه. تمييز منصوب، تروح قايل له كم طالبا، ما هو الراجل بيسأل اهو. يبقى هنا كم طالبا نجح هذا العام عشان فيه ايه؟ علامة استفهام. حلو.
اجب عما ياتي يا شاكيا كفاك شكوى، اجعل المنادى شبيها بالمضاف وغير ما يلزم. حلو الكلام. طيب هو هنا خلاه ايه؟ نكره غير مقصوده لانه عمل الفصله، يبقى انت هنا تروح قايل ايه؟ يا شاكيا الهموم كفاك شهوه. كفاك شكوى، شهوه ايه؟ كفاك شكوى. حلو. يبقى انت هنا عملت ايه؟ حطيت اسم معرفه بعد مين؟ بعد التمييز، بعد المنادى المنصوب. يروح هنا مديك ده كده ايه؟ شبيه بالمضاف. هو الشبيه بالمضاف بيبقى ايه؟ يا اما هنا بعديه شبيه بالمضاف، يا اما بعديه اسم معرفه والمنادى منصوب، يا اما بعديه اسم معرفه والمنادى منصوب، يا اما بعديه جار ومجرور بيوضح. يبقى ممكن اقول لك يا شاكيا في الحياه. خلاص؟ حلو. يبقى هنا برضو ممكن يبقى ليها يعني شكل تاني، يا شاكيا في الحياة. ازدادت النار حرارة، حدد التمييز واعربه. انا قلت لك ان بعد ازدادت بتبقى ايه؟ اهو تمييز. واعربه ثم اجعله فاعل، يبقى انا ازدادت حرارة النار. ازدادت حرارة النار. كده انت هو كان اصلا محول عن فاعل، انت خليته فاعل. حلو. يا زيد اعن المحتاجين. نوع المنادى علم مفرد كم لاعبا في الملعب؟ كم استفهاميه ليه هنا يا زيد؟ ما هو بينادي على واحد ده اسمه زيد، وهنا كم لاعبا يعني قلت لك ان كم ما جاش قبلها حرف جر بس جه بعديها اسم منصوب، او لو جه قبلها حرف جر وش تبقى ايه؟ استفهاميه. التعبير الكتابي بيقول لك ان تقدم الامه وبلوغها شأوا كبيرا في العلوم العصريه مع احتفاظها بثوابتها وعدم التماهي والذوبان في الامم المحيطه بها التي ربما تسبقها بل قدرتها على هضم ثقافه الامم الاخرى واحالتها الى ما يتفق مع ثقافتها، انما يرجع في الحقيقه الى استمساك الامه بثقافتها التقليديه واتخاذها اصلا ثابتا، وبذلك تحتفظ الامه بطابع خاص. حلو. لخص بيه. هتجيب لي هنا السطر الاول ده كده كله مع احتفاظها بثوابتها وعدم التماهي والذوبان في الامم المحيطه. حلو الكلام. يبقى هنا هتقول لك ايه؟ انما يرجع في الحقيقه الى استمساك الامه بثقافتها التقليديه واتخاذها اصلا ثابتا تحتفظ بطابع خاص. يبقى انا كده ايه؟ لخصت في سطرين والكلام خلص معايا. عايز ايه؟ عايز حط خط تحت الكلمات المبدوءه بالف وصل وهمزه قطع. طيب ده كده المفروض ان ده وصل وده وصل وده وصل وده وصل، كله وصل. كله وصل. تغير الكلمه المناسبه التي تتضمن حرفا ينطق ولا يكتب مما بين قوسين. ففتيات يبقى نقول هؤلاء فتيات محترمات. طبعا ده كده ايه؟ النص. ده كده الخط. يبقى احنا كده معانا ايه؟ الدرس الثالث. طيب بسم الله نحل الاختبار الثالث. هنا بيقول لك نص الاستماع من درس البيروني. بيقول لك هنا ايه؟ عطاء بلا حدود. اذا ذكر العلماء الذين رفعوا لواء المعرفه جاء اسم البيروني في الصفوف الاولى يقول عنه المستشرقون انه اكبر عقليه علميه في التاريخ، وانه من اضخم العقول التي ظهرت في العالم. ولد في خوارزم وتفتحت مداركه منذ صغره على حب العلم حتى لقب بأبي الريحان. تمام. معنى كلمه براعته ذكائه ولا اجابته ولا فهمه ولا حرص؟ طبعا هي تبقى ايه؟ اجابته. حلو. هنا بيقول لك ايه؟ مضاد ذكر، عكس ذكر تبقى نسي. طيب هنا بيقول لك اكمل ما ياتي. بيقول لك هنا كان البيروني عالما موسوعين، جمع بين نقط ونقط ونقط مش موجوده هنا بس تمام. يعني الحمد لله الواحد على قدر بمعرفه النص. طبعا ده مش هيجي بس هو احنا بنحل برضو على قد اللي موجود. يبقى هنا جمع بين ايه؟ اولا دقه الملاحظه. يبقى اول حاجه معانا هي ايه؟ دقه الملاحظه. وايه تاني؟ وعمق التفكير. وايه تاني؟ وسعة الاطلاع. طيب هنا بيقول لك ايه؟ تفتحت مدارك البيروني من الصغر على ايه؟ على حب العلم. ما هي باينه قوي وموجوده مذكوره في القطعه. حلو. بيقول لك هنا ايه؟ ما دلاله المستشرقين عن البيروني؟ يبقى هنا كلام تدل على ايه؟ تدل على براعته. براعته واجابته. لقب البيروني بأبي الريحان ليه؟ لنبوغه في ايه؟ اهو في علوم النبات. حلو قوي. هنا بيقول لك من درس شريان العالم قناة السويس. يأتي مشروع قناة السويس الجديدة تجسيدا حيا لهذه الروح المصرية الأصيلة، فقد كان أكثر من مجرد مشروع تنموي بل رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة اليوم على شق مجرى جديد بإرادتها المستقلة.
مفرد كلمه ضفاف طبعا هتبقى ايه؟ ضفه، مش محتاجه يعني. ماشي. جمع كلمه الاولى، جمع كلمه الاولى هنا عندك الاوائل ولا الاوليات؟ طبعا هنا ايه؟ الاولات. حلو. طيب علاقة قوله بل رسالة واضحة للعالم بما قبله، طبعا أنا عندي بل ولكن ورغم أن وبيد أن وعلى أن، دي كده اسمه إيه؟ اسمه استدراك. اسمه إيه؟ استدراك. طب لو ما جابلكش أي حاجة تاني اللي هي الاستدراك، يبقى لا، هي دي كده إيه؟ اسمها استدراك. يبقى بل ولكن ورغم أن وبيد أن وعلى أن، ده كل ده اسمه إيه؟ اسمه استدراك. اسمه إيه؟ استدراك. حلو. وبرده ساعات بيبقى اسمها إيه؟ مقابلة وتعارض، أو ساعات اسمها تعارض. حلو. الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة هي ايه؟ تمام. اثر قناة السويس. هنا تقول له اثر قناة السويس. حلو. بيقول لك هنا ما الرسالة التي اكدت عليها مصر عندما نفذت مشروع قناة السويس الجديدة؟ يبقى هنا الرسالة ايه؟ رسالة واضحة للعالم ان مصر قادرة على شق مجرى جديد. يبقى هنا ايه؟ رسالة واضحة للعالم على شق مجرى جديد بإرادتها المستقلة. بإرادتها المستقلة. حلو. طيب من نص من كنوز لغة البحر. حلو. بيقول لك ايه؟ سألت الصبية والأطفال عن البحر فقالوا هو زبد جميل لا خطر فيه ولا ضرر، نلعب معه بمجارفنا الصغيرة ونعبث في مائه الضحل بأقدامنا الصغيرة. حلو. معنى كلمة قليل العمق، لو سيادتك مش حافظ معاني الكلمات انا جاي احل معاك عشان افكرك بيها. ايه هي بقى معنى كلمة قليل العمق؟ يعني الضحل. حلو. مضاد نجهله نعرفه، بعكس هنا نجهله تبقى ايه؟ نعرفه. حلو الكلام. يقول لك هنا ايه؟ يصنع الاطفال قصور الرمال التي تداعبها مياه البحر. طبعا ايه؟ تمام. هنا بيقول لك ايه؟ يخشى الصبية والاطفال البحر. غلط، ده هم بيحبوه. ما الادوات التي يستخدمها الاطفال للعب مع البحر؟ وهي ايه؟ المجارف الصغيرة. يبقى هنا ايه؟ المجارف الصغيرة. حلو. طيب لماذا ينعدم الخطر في نظر الاطفال عند تعاملهم مع البحر؟ لانه بالنسبة لهم، يبقى تروح كاتب كده لانه بالنسبة اليهم هو زبد جميل لا خطر فيه. يبقى هنا لانه ايه؟ زبد جميل لا خطر ايه فيه. حلو. من نص اخي ان وردت النيل قبل ورودي فحي ذمامي عنده وعهودي وقبل ثرى فيه امتزجنا ابوة ونسلمه لا لابننا وحفيد ونسلمه لابننا وحفيد. اخي ان حواك الصبح ريان مشرق افقت على يوم اغر سعيد. حلو. كلمه معناها اختلطنا. حلو الكلام. يبقى هنا عندك اختلطنا معناها ايه؟ امتزجنا. حلو. كلمه مضادها المساء، يعني دي مش محتاجه قوي، يعني هنا المفروض ان هنا ايه؟ الصباح، الصبح. كلمه مفردة عهدي عهودي. ما الذي يؤكد عليه الشاعر خلال الابيات؟ حلو الكلام. يبقى هنا يؤكد على حبه لاخيه الانسان. يؤكد على حبه لاخيه الانسان. لاخيه الايه؟ الانسان. خلاص تمام. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الراجل اهو فحي ذمامي عنده وعودي. يبقى هنا نقول له ايه؟ بيقول لك ما الجمال صور الشاعر العهود والذمام بإنسان يلقى عليه التحية. حلو قوي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ قواعد النحوية. تمام. الشباب عصب الحياة، تستند إليهم أممهم في رخائها ومحنها، يحملون معاول العمل والبناء، وقد أعجبني الشباب خلقا وعملا، فكم من شاب تفتخر به أمتي، فيا شباب حافظوا على أنفسكم فأنتم إيه؟ ثروة الوطن الحقيقي. حلو قوي. الشباب عصب الحياة، وهنا عايزك تعرف. طيب ماشي. نكرة زائد معرفة، يبقى المعرفة مضاف إليه. يبقى أنت عندك هنا كلمة إيه؟ الحياة عبارة عن إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامته الإيه؟ وعلامته الكسرة. حلو قوي.
طيب هنا بيقول لك يحملون معول العمل. ماذا يحملون؟ ادي ده كده الفاعل اللي هي الواو، ده مرفوع بثبوت النون. يبقى انا عندي هنا كلمه معول بقت عباره عن ايه؟ بقت عباره عن مفعول به منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. حلو قوي. طيب هات لي بقى بعد كده بيقول لك تفتخر به امتي. حلو. فكم من شاب تفتخر. مين اللي بتفتخر؟ امته. يبقى هنا امته تبقى ايه؟ تروح مدياك هنا على طول فاعل مرفوع وعلامته الايه؟ وعلامته الضمه. مرفوع وعلامته الايه؟ وعلامته الضمه. حلو قوي. هنا بيقول لك ايه؟ منادى واذكر نوعه. تمام. فيا شباب حافظوا على انفسكم. ده طبعا نكره مقصوده. يبقى هنا المنادى اهو عايز نوعه ايه؟ هنقول له هنا كلمه شباب. طيب نوعه نكره مقصوده. حلو. عايز فعل معرب يحملون. عايز واحد مبني تمام. وقد اعجبني فعل ماضي. لما يطلب منك كده، لما يطلب منك هنا يا عزيزي ايه بقى؟ لما يطلب منك فعل معرب بتدور على ايه؟ على فعل مرفوع. حلو الكلام. او حتى مجزوم او منصوب. طيب عايز فعل مبني بتدور على فعل ماضي، بتدور على فعل امر، بتدور على فعل مضارع اتصل بنون النسوه او نون التوكيد. كم وبين نوعها اهي. فكم من شباب. حلو الكلام. ويبقى هنا ايه معانا؟ طبعا دي كده خبريه. تمييز محول واذكر المحول عنه. حلو. وقد اعجبني الشباب خلقا. لما يجي قبل التمييز اعجبني الشباب، قلت لك لا نكره منصوبه حط قبلها من او من حيث. من او من حيث. من حيث الخلق بس. خلاص نفعت. يبقى ده تمييز يا بيه. يبقى انت هتحط من حيث وتحط الف ولام للكلمه المنصوبه يديك تمييز. من حيث الخلق قبلها فاعل محول عن فاعل. يبقى هنا ايه اهو؟ خلقا محول عن فاعل. محول عن ايه؟ محول عن فاعل. بس خلاص. ميز نوع المنادى في الجملتين. يا عادل وفقك الله في دراستك. يا عادلا وفقك الله في ايه؟ في حكمك. حلو الكلام. يا عادل بينادي على واحد اسمه عادل. يبقى هنا ده كده ميز نوع المنادى. ده كده المفروض ان هو ايه؟ نكره مقصوده. طبعا هنا مبني على الضم في محل نصب. يا عادلا وفقك الله. طبعا هنا ده كده ايه؟ نكره غير مقصوده. هو بينادي على اي حد عادل، مش واحد اسمه عادل، اي حد عادل في حياته يعني. يبقى ده كده نكره غير مقصوده منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. حلو. كم من علماء قدروا دور العلم في الحياه. اجعل كم استفهاميه وغير ما يلزم. سؤال صعب وفيه فكر. يبقى هنا هتقول له ايه؟ اهو كم علماء قدروا دور العلم في الحياة. هتشيل من وتقول له هنا اهو كم علماء. لازم تنصب بقى. كم علماء قدروا دور العلم في الحياة وتعمل علامة استفهام. بنت بنت 9 دولة 12 سد على النهر. استبدل بالارقام حروفا عربية واضبط التمييز. حاضر. طيب هنا هو عايز ايه؟ بيقول لك بنت نقط دولة. حلو. العدد ده كده هيبقى فاعل. مين اللي بنت؟ نزل كده دي زي ما هي. هتقول لي بنت. بنت. حلو. مين؟ دولة دي المفروض ان هي ايه؟ مفرد مؤنث. يبقى 9 بيخالف. يبقى بنت 9. حلو الكلام. 9 دول. تبقى بقى تمييزها ايه؟ جمع مجرور. حلو. اهو بنت ماذا بقى؟ هتقول له ايه؟ سد 12 من غير تاء مربوطه. سدا على النهر. طب ليه يا مستر بقى انت كده عايز ايه؟ اقول لك ان هنا المفروض ان ليه 12 سد؟ انا قلت لك ان في 12 وبيتكرر كتير ان هنا 2 بتترفع وبتتنصب وبتتجر لانها مثنى. حلو الكلام. طب الكلمه هنا المفروض بنت. مين اللي بنت؟ 9 دول. يبقى 9 هنا فاعل. دول ايه؟ تمييز مجرور بالاضافه. حلو. بنت ماذا؟ هيبقى مفعول به منصوب.
انا قلت لك ان 11 و12 بيتوافقوا مع المعدود، يعني زي هنا كلمه سد ده المفروض ان هو مذكر يبقى تكتب له 12 مذكر. لو كان قال لك ايه مؤنث تكتب له ايه 12 لو الكلمه مؤنث. المقابله الشخصيه، اكتب مقدمه من 3 اسطر مقابله شخصيه مع معلمك معلم اللغه العربيه على ان تحتوي على عبارات ترحيميه بالضيف والتعريف به وسبب اختيارك لاجراء. ماشي تمام. يبقى انت اول حاجه هنا تكتبها ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز اول حاجه عباره ترحيبيه. بقينا نقول لك ايه؟ مرحبا بك معلمي الفاضل، انا سعيد جدا بمقابلتك. حلو. بيقول لك والتعريف به. تمام. سيداتي سادتي أقدم لكم اليوم، يبقى هنا هتقولوا ايه؟ أقدم لكم اليوم معلمي وقدوتي في الحياة أستاذ اللغة العربية. أستاذ اللغة الإيه؟ العربية. بس كده. حلو. عايز إيه تاني؟ بيقول لك سبب اختيارك لإجراء المقابلة الشخصية معه مع إملاء وخط سليمين. طب أنا هنا المفروض إن سبب المقابلة إيه؟ يبقى هنا إيه؟ لقد قررت عمل هذه المقابلة لأنه قدوتنا جميعا في الدراسة وغير الدراسة. شكرا. تمام. املا مش عايزين املا خط، مش عايز خط. طيب تعالى بقى هنا نخش بسم الله على الاختبار الرابع من درس الهوية والعالمية. حلو الكلام. بيقول لك هنا ولكن هذه الهوية تتعرض في أيامنا لرياح عاتية تسمى العولمة، وتكمن خطورة العولمة في أنها تهدد القيم الأصلية للمجتمعات والتنوع الثقافي الذي يميزها، غير أن العولمة ليست شرا محضا، فهي تفتح أبواب المعرفة وتقرب المسافات. المراد بتكمن. حلو الكلام. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ وتكمن خطورة العولمة. يبقى اولا ايه؟ تتمثل خطورة العولمة. يبقى تكمن يعني تتمثل. حلو. مفرد المجتمعات المجتمع. طيب تكمن خطورة العولمة في انها تهدد ايه؟ تهدد القيم الأصيلة للمجتمعات. تهدد القيم الأصيلة للايه؟ للمجتمعات. حلوة. هناك شرط لابد من الانتباه له عند دخول مجال العولمة. ايه هو بقى الشرط اللي انت المفروض ان انت تكون ايه؟ فاهم فيه، اللي هو ايه بقى؟ ان انت تكون على فهم وادراك بايه؟ بالخطورة اللي بتهدد القيم الأصلية. يبقى هنا ايه هو؟ ادراك الخطورة التي تهدد القيم الأصيلة للمجتمع. طيب من درس شريان الحياة قناة السويس. بدأ تنفيذ هذا المشروع العملاق في 5 أغسطس عام 2014 وافتتح في 6 أغسطس عام 2015. فقد تم إنجاز المشروع في وقت قياسي وهو ما عد معجزة هندسية واقعية بكل المقاييس. حلو. طيب هنا بيقول لك ايه اهو؟ بيقول لك هنا اختر الصواب مما يلي. بيقول لك مرادف كلمة عد يعني اعتبر. حلو الكلام. بيقول لك هنا ايه؟ مضاد كلمة استعادة. مضاد كلمة استعادة اهدار. حلو. يبقى هنا هو بيقول لك علاقة قوله هو ما عد معجزة هندسية. حلو الكلام. طيب طبعا ناس كتير قوي يقول لك ايه ده في ضمير يبقى توضيح. اقول لك اجابتك غلط يا بيه. ليه؟ عشان هو بيقول لك هنا هو ما عد معجزه هندسيه، يبقى هنا ايه؟ قد تم انجاز المشروع في وقت عشان كده عد معجزه، يبقى تروح مدياك نتيجه. طيب المشروع يبرز نظره مستقبليه لاستغلال امكانيات مصر الضخمه. صح؟ هنا بيقول لك خرج المصريون من عباءة الترقي والكسل الى بناء المشروعات. صح؟
متى بدأ العمل في المشروع ومتى افتتح على مدى يبقى هنا ايه بدأ تنفيذ هذا المشروع في الخامس من اغسطس، يعني متهيألي كده احنا ايه هنكتب الفقرة كلها. يبقى اهو بدأ تنفيذ المشروع الخامس من اغسطس عام 2014 والسادس من اغسطس عام 2015. وعايز ايه تاني؟ وعلى ما يدل ذلك يبقى ايه يدل على ايه؟ يدل على قوة المصريين. يبقى هنا يدل على قوة الايه؟ قوة المصريين. القراءة من درس قيم الرياضة ممارسة وتشجيع. في كل مجتمع متماسك تتوازن الحقوق مع الواجبات، تبرز الرياضة كأداة تربوية فعالة، ومن أوائل تلك الدروس التواضع عند الفوز، تقبل الخسارة بروح رياضية. حلو كده. يبقى هنا الراجل بيقول لك أكمل ما يأتي. هو عايز إيه؟ مرادف تتوازن، مضاد التواضع جمع المجتمع. حلو. تتوازن يعني تتساوى. يبقى هنا تتوازن يعني إيه؟ تتساوى. حلو. مضاد التواضع التكبر. حلو. جمع المجتمع المجتمعات. طيب إن المجتمع المتماسك لا تتوازن فيه الحقوق مع الواجبات. غلط. هنا بيقول لك إيه؟ من القيم الرياضية الرائعة تواضع الرياضي عند الفوز. صح. هنا بيقول لك إيه؟ بما يتسم المجتمع المتماسك على ضوء ما قرأت من الفقرة. يبقى هنا بيتسم بإيه؟ في توازن الحقوق مع الواجبات. يبقى هنا إيه؟ في توازن الحقوق مع الواجبات. حلو. كيف تسهم الرياضة في دعم قيم المجتمع وإعلاء مصلحة الوطن؟ يبقى هنا إيه؟ بتسهم في إيه بقى؟ يبقى هنا إيه؟ عندما تبرز الرياضة كأداة تربوية. يبقى هنا عندما تبرز الرياضة كأداة تربوية. اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهي رقادي، كل البنات المصلحين لخلقوا شم الذرى ورواسخ الأطواد. مضاد المفسدين المصلحين. حلو. جمع ذروة هتبقى ايه؟ ذرن او الذرة اهي. حلو. اشرح البيت الاول باسلوبك. لا مجال للكسل، لا مجال ولا وقت الايه؟ للكسل. حلو الكلام. يبقى هنا مفيش مجال ومفيش وقت الايه؟ للكسل. عشان اهو لان المجد يحتاج الى اقوياء. حلو. وجيل النشيط. هنا بيقول لك ما الجمال في قوله اخلقوا شم. حلو. اول حاجه هنا هو ايه؟ اخلقوا ده ايه؟ المفروض ان هو ايه؟ اسلوب اسلوب انشائي، نوع امر، غرضه ايه؟ غرضه النصح والارشاد. طب وايه تاني يا مستر؟ ما هو بيقول لك ايه؟ واخلقوا شم الذرى ورواسخ الاطواد. شبه الرجال بايه؟ بالجبال. بين العاطفة المسيطرة على الشاعر في البيتين. طبعا هو ايه؟ حب الوطن. القواعد النحوية من نعم الله على الإنسان نعمة النسيان تحقيقا لمشيئة الله، لأن الحزن واليأس في حياة الإنسان عائقان للتنمية يقفان دون التعمير. فكم إنسان فاض حزنا فلا تبتئس يا رجلا، فالحياة لا تدوم على حال واحد. حلو الكلام. هنا عايزك ايه؟ تعرف. بيقول لك هنا تحقيقا لمشيئة الله، لأن الحزن واليأس في حياة الإنسان عائقان. يبقى لأن اسم إن وعطف معطوف عليه جار ومجرور مضاف إليه. يبقى هنا لأن الحزن واليأس في حياة الإنسان مالهم بقى؟ عائقان. يبقى هنا ده كده ايه؟ خبر إن اهو، خبر إن مرفوع وعلامته الألف. طبعا ليه؟ لأنه مثنى. حلو الكلام. فكم إنسان فاض حزنا. فاض ده فعل ماضي مبني على الفتح. يبقى ده كده ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. فلا تبتئس يا رجلا، فالحياة لا تدوم على حال واحد. حلو الكلام. يا رجلا المفروض ان دي كده ايه؟ هنا
ولا هو حلو ولا اولا، بيقول لك فالحياه لا تدوم على حال واحده. يبقى ده كده المفروض ان هو ايه؟ نكره ايه؟ نكره غير مقصوده. نكره غير مقصوده. طب هو ده اعرابه؟ لا طبعا ده نوعه. طب نكره غير مقصوده المفروض ان هو ايه؟ منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتح. تمام. طيب بعد كده نشوف بيه، بيقول لك استخرج من الفقره تمييز مميز وملحوظ وبين علامه اعراب. حلو الكلام. فكم انسان فاض حزنا، المفروض قلت لك عشان تلاقي كلمه نكره منصوبه بتحط قبلها من وتحط لها الف ولام او من حيث. يبقى كم انسان فاض من الحزن، يبقى فاض من الحزن، يبقى انت عندك هنا حزنا المفروض ان هنا ايه؟ منصوب وعلامته الفتحه. حلو. منادى واذكر نوعه وعلامه اعرابه. عندك هنا اهو يا رجلا، ده كده نكره غير مقصوده. طبعا هنا ايه؟ منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. طيب هنا عايز ايه؟ عايز كم وبين نوعها اهو. كم انسان خبريه، اسم معرب بعلامه فرعيه. عندك هنا عائقا لانه مرفوع بالالف. طيب تعالى بقى نروح لمين؟ لجيم. بيقول لك فهم الدرس فكرا. التمييز محول عن ايه؟ المفروض ان هي محول عن فاعل. فهم فكر الدرس. تمام. كم نقط وسعتها اللغه العربيه؟ كم من الفاظ، عشان التمييز بيبقى مجرور بحرف الجر لان دي خبريه. حلو. بيقول لك هنا ايه؟ اشترك في الرحله 24 طالب، اكتب العدد. يبقى هنا هتقول له ايه؟ اشترك في الرحله اهو. يبقى انت كده عندك اشترك فين؟ في الرحله. ايه اللي اشترك في الرحله بقى؟ خلي بالك ان ده هيبقى فاعل. يبقى هنا 24 معطوف على مرفوع، يبقى 20. و20 ايه؟ و20 طالبا. شكرا. يا اخا الوطن امانه. ده كده المفروض ان هو ايه؟ نكره غير مقصوده. نكره غير مقصوده. علامه اعرابه طبعا هنا منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. بيقول لك لخص الفكره في سطرين. يبقى انا امشي هو ان البحر ليس جرما مائيا فحسب، بل هو مرآة تعكس تطور البشريه عبر العصور، فعلى صفحته رسمت خرائط التجاره العالميه. تمام. وهنقول ايه؟ يبقى هنا والباحث الحق هو من ينظر الى امواجه لا كمصدر للخوف او التنزه بل كمختبر ضخم يمنحنا كل يوم ايه؟ كشفا جديدا عن نشأة الكون وتوازن الطبيعه. بس ادي يا عم. حط خط تحت الكلمات المبدوءه بالف وصل او همزه قطع. طيب ده كده قطع، ده كده قطع، ده كده وصل قطع. طيب خلاص. طيب بيقول لك هنا الباحث نقط الذي تكلم متقن خط. طيب نبدا بسم الله نحل الاختبار الخامس. بيقول لك هنا ايه؟ نص الاستماع من درس البيروني عطاء بلا حدود. ومن ابرز ما يثير الفخر في سيرته انه كان سابقا لعصره، فهو اول من قال بخاصيه جذب الارض للاجسام نحو مركزها قبل ان يعلن نيوتن بعد قرون قانون الجاذبيه الشهير. حلو. بيقول لك هنا طبعا عايز مرادف الفخر. كلمه الفخر يعني التباهي. حلو. بيقول لك هنا ايه؟ مفرد احداثيات احداثيه. حلو. توصل البيروني الى قياس محيط الارض بدقه مدهشه. الاجابه صح. بيقول لك هنا ايه؟ اذكر الظواهر الطبيعيه التي درسها البيروني كما ورد في النص. يبقى هنا هو درس ايه؟ خاصيه جذب الارض للاجسام. يبقى هنا ايه؟ خاصيه جذب الارض لايه؟ للاجسام. حلو الكلام. بس كده. طيب خش لي على اللي بعده. من درس عالمية اللغة العربية إن علماء العرب وما أنتجوه كان جسور وصل بين الشرق والغرب ومشعل نور أضاء المعمور. حلو الكلام.
مرادف المعموره اللي هي ايه؟ الارض. حلو. مضاد وصل قطع، يبقى عكس وصل ايه؟ قطع. حلو الكلام. بيقول لك اللغه العربيه لغه محليه لا تصلح لمعالجه شؤون العلم الحديث. غلط. هنا اللغه العربيه اثبتت انها لغه الماضي والحاضر والمستقبل. يس صح. حدد من الفقره التعبير الاكثر ايحاء بالدور الوسيط والمؤثر للعرب، وضح دلالته. اهو. يبقى هنا ايه؟ ان علماء العرب وما انتجوه كان جسور وصل بين الشرق. اهو كان جسور وصل نور اضاء المعمور. اهي. يبقى ده كده التعبير الايه؟ الانسب. نعملها كده ونكتب عليها ج. حلو. القراءة من نص الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي. عرف الرفاعي بشجاعته الفائقة واقدامه النادر، وكان دائما في الصفوف الاولى للمعارك، وكان دائما يقول ان من يواجهون الموت معا يجب ان يعيشوا حياتهم معا. جمع كلمة قائد قادة، يبقى جمع كلمة قائد هتبقى قادة. مضاد الأولى الأخيرة، عكس الأولى الإيه؟ الأخيرة. حلو الكلام. طيب بيقول لك هنا إيه؟ كان البطل إبراهيم الرفاعي رجل شجاع لا يخاف المخاطر. صح. من أقوال عبد الله الجريحي من يواجهون الموت معا يجب أن يعيشوا حياتهم معا. تمام. هي المفروض هنا إن إيه؟ من أقوال الرفاعي، يبقى هنا من أقوال الرفاعي مش من أقوال عبد الله الجريحي، فالإجابة تبقى إيه؟ غلط. حلو. بما على ما يدل التعبير وكان دائما في الصفوف الأولى للمعارك، يبقى هنا يدل على قوة وشجاعة القائد إبراهيم الإيه؟ القائد إبراهيم الرفاعي. تمام. بيقول لك كان الرفاعي رجل اجتماعي، دلل على ذلك ان هو كان دايما ايه؟ قريب من جنوده. يبقى هنا كان دائما يبقى هنا كان دائما ودودا وصديقا لمين؟ لجنوده وزملائه. حلو الكلام. النصوص من نص لا تلمني في هواه. لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها، نزلت في كل نفس وتمشت في دماها. حلو الكلام. مرادف هواها يعني إيه يا أولاد؟ هواها يعني حبها. جمع نفسه قلنا نفوس. نفوس أو إيه ده؟ عفاريت الشاشة. جمع نفس نفوس أو أنفس أو إيه؟ أو أنفس. حلو الكلام. طيب يبقى هنا الراجل عايز مني ايه؟ الراجل هنا عايز مني مضاد كلمة تلومني. تلومني يعني تعاتبني. حلو الكلام. عكس تعاتبني ايه بقى؟ تسامحني او تعذرني. حلو الكلام. طيب خش على اللي بعده. بيقول لك اشرح الابيات باسلوبك. لا تلومني في هواها انا لا اهوى سواها، لست وحدي افتديها كلنا. يبقى هنا ايه؟ يتحدث الشاعر عن مدى حبه للغة العربية وحب كل شخص لها بالفطرة. وحب كل شخص لها بالإيه؟ بالفطرة. بس كده خلاص. حلو. ما الفكرة الرئيسة للأبيات؟ وهو إيه؟ حب اللغة العربية. حب اللغة الإيه؟ حب اللغة العربية. حلو. بيقول لك هنا ايه؟ موضح الجمال لا تلمني في هواه. طبعا ده المفروض ان هو ايه؟ اسلوب انشائي نوعه نهي. طب هنا غرضه ايه؟ غرضه هنا هيكون عبارة عن ايه؟ غرضه هو الالتماس. ليه؟ لانه بيكلم واحد في نفس الرتبة بتاعته. النحو يا دارس اللغة العربية. حلو. عايز يعربها. طبعا هنا يا دارس اللغة العربية يا أولاد عبارة عن إيه؟ منادى مضاف. يبقى ده كده هتقول له إيه؟ منادى منصوب وعلامته الفتحة. منادى منصوب وعلامته الفتحة. ليه؟ لأنه مضاف. حلو الكلام. طيب هنا هو الراجل عايز إيه تاني؟ بيقول لك فهي من أعظم اللغات خلودا. أنا قلت لك لو الكلام بدأ بجملة اسمية ولقيت أفعل تفضيل أعظم أحسن أكثر أصغر أي حاجة من الحاجات دي، يبقى اللي جه بعديها ده عباره عن ايه؟ تمييز. ده كده تمييز منصوب وعلامه نصبه الايه؟ تمييز منصوب وعلامته الفتحه. وعلامته الايه؟ الفتحه. حلو الكلام. طيب هنا فكم شعب حافظ على لغته. تعالى تمييز مجرور بالاضافه. تمييز مجرور بالاضافه.
لأن كم دي خبرية بالإضافة وعلامته الكسرة. حلو. فيا عربي كن مخلصا، طبعا هنا عايز إعراب عربي. عربي هنا تبقى هي بنكرة مقصودة، بينادي على إيه؟ على العربي. اوعى تقول لي إن ده منادى مضاف، دي اسمها ياء النسب، يبقى دي كده نكرة مقصودة. حلو الكلام. مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. حلو. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا تمييز لغير كم وبين نوع المميز اهي. خلودا مش جايه مع كم خالص. حلو. طبعا هنا التمييز ايه؟ هو بين نوع المميز اللي هو ملفوظ ولا يعني التمييز ملحوظ ولا ملفوظ؟ طبعا هنا المميز اللي هو مين؟ اهو اعظم، يبقى ايه؟ مميز اللي هو مين؟ نوعه اللي هو اسمه مفرد. مميز يبقى ايه؟ يبقى ملحوظ. كم واذكر نوعها اهي. كم شعب. حلو الكلام. نوعها خبريه. طيب عايز ايه تاني؟ منادى معرب. يا دارس. منادى مبني يا عربي. فعل مبني. حافظ فعل ماضي هو. طيب في كم دقيقة وصلت إلى العمل؟ اعرب ما تحته خط بكل وجه ممكن. طبعا دقيقة هنا تمييز مجرور بالإضافة. طب دي كام على فكرة؟ هتقول لي طب ما دي خبرية، أقول لك لا، ما دام جه قبلها حرف جر تبقى استفهامية. يبقى في كام دقيقة؟ يبقى عبارة عن إيه؟ تمييز مجرور بالإضافة وعلامته الكسرة. حلو. اكتب الاعداد بالحروف. اشترك في المسابقه 15 تلميذ و11 تلميذه واربع معلمين. حلو الكلام. يبقى هنا انت عندك ايه؟ تلميذه تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مذكر، يبقى اشترك في المسابقه 15 من غير تاء تلميذا و11 تلميذة وأربعة معلمين. ليه؟ عشان المفروض إن أربعة مفرد معلمين معلم، فالعدد بيخالف، يبقى إيه؟ عكس اعكاس. يا رياضي كن قدوة لغيرك. سني واجمع الجمل. حاضر. يبقى أنا هنا أقول إيه؟ يا رياضيين كونا قدوة لغيركما. نقطة. حلو. هنقول هنا بقى ايه؟ يا رياضيين. حلو. دي طبعا هتبقى ايه؟ النون مكسورة. النون هنا تبقى مكسورة. يا رياضيين. يا رياضيين ايه؟ هنقول ايه؟ كونوا قدوة لغيركم. تعبير كتابي. تخيل انك قمت باجراء مقابله شخصيه مع الدكتور مجدي يعقوب. اذكر 3 اسئله باجابتها المتوقعه ستطرحها عليه مع مراعاه الاملاء والخط للسليمين. طيب السؤال الاول: كم ساعه كنت تذاكر في اليوم؟ مثلا يرد هنا الاجابه ليس المهم. يبقى هنا ليس المهم هو عدد الساعات بل مقدار ما تحصله. حلو. السؤال الثاني هتقول هنا: هل كنت تحب العلم والتعلم؟ هيرد يقول لك: نعم كنت شغوفا بالعلم وأحب التعلم. حلو. السؤال الأخير: هل كنت تخطط؟ يبقى هنا هل كنت تخطط لكي تكون طبيبا منذ
صغرك هقول لك ايه؟ هيقول لك نعم. يبقى يقول لك ايه؟ نعم نعم لأن أبي كان طبيبا فكنت أود أن أصبح مثله. حلو؟ حلو. ضع خطا تحت الكلمات المبدوءة بألف وصل أو همزة قطع. ده وصل وده وصل وده وصل وده وصل، كله وصل يا باشا. خلص. طيب، بنى العمال نقط الجدار ولا منزلا ولا أسوار؟ بيقول لك هنا إيه أهو، تخير الكلمة المناسبة التي تتضمن حرفا ينطق ولا يكتب، اللي هي مين؟ منزلا. التنوين المفروض إن هي نون. ده كده كان الخط الايه العربي. هنا اخر اختبار معايا واخر واحد فيهم، الاختبار السادس. بيقول لك ايه؟ تواجه اللغه العربيه تحديات كثيره في ظل العولمه والانفتاح على الثقافات الاخرى ومحاولات طمس الهويه واضعاف اللغه بالتخلي عن استعمالها او الترويج لاستخدام العاميه او بالدعوات التي تهدف الى التقليل من شأن الفصحى او انتشار الادعاءات الكاذبه بصعوبه اللغه العربيه او انها لم تعد لغه العلم والثقافه وليست لها القدره على استيعاب منجزات العلوم الحديثة، بالإضافة إلى محاولات طمس الهوية العربية باستخدام لغة الفرانكو، وهي استخدام الأرقام والحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية في المحادثات. حلو. بيقول لك هنا إيه؟ مرادف الانبهار. طبعا معنى الانبهار إيه؟ الاندهاش. مفرد منجزات طبعا هتبقى إيه؟ منجز. حلو. تواجه اللغة العربية تحديات كثيرة. صح. بيقول لك هنا ايه؟ هناك ادعاء ان اللغه العربيه غير قادره على استيعاب منجزات العلوم الحديثه. صح. بيقول لك ايه؟ ما لغه الفرانكو وفيما تكمن خطورتها؟ يبقى هنا ان لغه الفرانكو هي استخدام الارقام والحروف اللاتينيه بدلا من الحروف العربيه. يبقى هي استخدام الارقام والحروف اللاتينيه بدلا من الحروف العربية. حلو. وفيما تكمن خطورتها؟ يبقى هنا خطورتها بتبقى فين بقى؟ اهي اضعاف اللغة. يبقى هنا اضعاف اللغة بس كده. هنا خطورتها بتبقى فين؟ اضعاف اللغة العربية. القراءة من درس الحقوق والواجبات. ولا يبقى العالم ويرقى إلا بالأداء الواجب. حلو. ولو أن مجتمعا قصر في أداء كل واجباته لفني في الحال، والأمم المتحضرة إنما بقيت لأن أفرادها قاموا بأداء واجباتهم أكثر من مطالباتهم بإيه؟ بالحقوق. حلو. مرادف يرقى. يرقى يعني يعلو أو يسمو. يبقى هنا يعلو أو يسمو. حلو. حلو. بيقول لك مضاد بقيت عكس بقيت. يبقى هنا كلمة بقيت يعني خلدت، يبقى عكسها ايه؟ فنيت. ماشي. لا علاقة بين تطور الأمم وتأدية الواجبات يا عم. لا طبعا. بيقول لك هنا ايه؟ يجب أن يقتصر كل إنسان على المطالبة بحقوقه فقط. غلط. تأدية واجباته. متى يرقى العالم ولماذا تبقى الأمم المتحضرة؟ يبقى هنا يرقى بأداء الواجب. يبقى هنا يرقى بأداء الواجب. ولماذا تبقى الأمم المتحضرة؟ ليه بقى؟ لأن أفرادها قاموا بأداء واجباتهم. يبقى لأن أفرادها قاموا بأداء واجباتهم. ما حال المجتمع الذي يؤدي أبناء واجباتهم نحو؟ طبعا إيه؟ يرقى هذا المجتمع. القراءة من درس من كنوز لغة البحر. ثم سألت نفسي عنه فقالت هو شبيه بالرجل العظيم يفهمه السذج وتلاعبه الصبية وله قدر وقيمة في نظر الأبطال وهو لأهل الجد أعماق زاخرة بالكنوز تحتاج إلى الغوص. طبعا معنى كلمة البسطاء اللي هي السذج. هنا السذج يعني البسطاء. مضاد فارغة ممتلئة. بيقول لك هنا ايه؟ البحر ليس له قيمة في نظر الأبطال. غلط.
الصبية تلاعب البحر ويفهمونه. هنا بيقول لك ايه؟ من الذين يصلون الى اعماق البحر الزاخرة، اللي هم مين بقى؟ اهل الجد. يبقى ايه؟ وهو لاهل الجد اعماق زاخرة بالكنوز تحتاج الى الغوص والكد. يبقى اللي هم مين؟ اهل الكد. ومين تاني؟ والغواصين. ما الصفة التي جعلت الكاتب يشبه البحر بالرجل العظيم؟ ليه بقى؟ لأن بيفهمه السذج وتلاعبه الصبية وله قدر وقيمة في نظر الأبطال. يبقى هنا لأنه يفهمه السذج وتلاعبه الأطفال. يبقى هنا لأنه يفهمه السذج وتلاعبه الأطفال، وإيه تاني؟ وله قدر وقيمة في نظر الأبطال. يبقى هنا وله قدر وقيمة في نظر الأبطال. حلو. فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها وبها الفن تجلى وبها العلم تباه. حلو. مرادف فاها يعني نطق. جمع الأم الأمهات. مضاد تجلى يعني ظهر اختفى. ما الجمال في قول الشاعر العلم تباه؟ يبقى تقول له يصور الشاعر. يبقى صور الشاعر العلم بإنسان يفتخر بإيه؟ بالعلم. عفاريت الشاشة جت، عفاريت الشاشة جت، يا لهوي. بس هنا بيقول لك الفكرة الرئيسة للبيتين، وهي ايه؟ قيمة اللغة العربية. قيمة ايه؟ اللغة العربية. طيب اشرح البيتين باسلوبك. طبعا هنا ايه؟ بيقول لك اشرح البيتين. حاضر يا عم. هنا الام ايه؟ تغنت، وايه؟ وبها الوالد فاها وبها الفن تجلى وبها العلم تباه. يبقى هنا ايه؟ البيتين يتحدث فيهم الشاعر على تعليم الأم لأبنائها باللغة العربية، ونطق الأب باللغة العربية، واستخدام الفن للغة العربية واستخدامها في العلوم. حلو. طبعا الواو مش عارف الواو معوقة كده ليه، بس نمسحها عشان كده مش فير. يبقى هنا ايه؟ العلوم. امسحها خالص. واستخدامها في العلوم. النحو عايز اعرب ما تحته خط. بيقول لك ان التقدم الحقيقي ليس في استخدام وسائل التكنولوجيا. ماشي. يبقى هنا ايه؟ ان التقدم ده كده المفروض ان هو اسم ان منصوب وعلامته الفتح. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ ليس في استخدام التكنولوجيا بل يبدأ من ايه؟ من الفرد واستعداده لتغيير نفسه. حلو الكلام. يبقى هنا انت عندك ليس في استخدام وسائل التكنولوجيا. في استخدام ايه؟ هل ينفع ان وسائل دي توصف استخدام؟ لا. يبقى هنا هيبقى عندك ان وسائل دي بقت عبارة عن مضاف اليه. يبقى هنا مضاف اليه مجرور وعلامته الكسرة. ولم تتقدم ده المفروض ان هو لم تتقدم. ده كده ايه يا باشا؟ فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم وعلامته السكون. مجزوم وعلامته الايه؟ وعلامته السكون. استخرج من الفقرة ما يلي. منادى واذكر نوعه وعلامة إعرابه. فيا بني. يبقى هنا إيه؟ يا بني.
حلو. ده كده منادى مضاف. منصوب وعلامته الفتح. ماشي. عايز تمييز لغير كم؟ حاضر. ان التقدم الحقيقي ليس في استخدام وسائل التكنولوجيا بل يبدا من الفرد واستعداده لتغيير نفسه، فكم من شعوب استخدمت وسائل التكنولوجيا. ابدا بنفسك. فان اكثر البلاد تحضرا، اهو تحضرا، بين نوعه ملحوظ. حلو. ضمير مستتر وقدره. ماشي. ليس هو، يبقى هنا التقدم، ان التقدم الحقيقي ليس هو في استخدام، يبقى ليس هو اهو. كم وبين نوعها. ماشي تمام. انت فين؟ معايا يا رجاله؟ خلاص قرب، خلاص اخر حاجه خالص. فكم من شعوب، يبقى هنا كم من شعوب. ده كده كم ايه؟ كم خبري. اكتب الارقام باللغه العربيه واضبط التمييز. كرمته 12 طالب و10 طالبه وحضر الحفل 3 مدرس. يا جدعان العدد 12 و11 عمال يتكرر كتير، خليكم معايا. اكتب هنا كرمته، يبقى هنا اهو انزل يا باشا كرمته زي ما انت. حلو. خلي بالك بقى اهو 12 قلت لك بيوافق، يبقى اثني لانه هيبقى مفعول به منصوب. 12 طالبا. بعد 11 و12 تمييز مفرد منصوب. طالب. و10 طالبات. حلو. وحضر الحفل اهو، وحضر الحفل 3 مدرسين. شكرا. خلصة. اجعل كلمة كاتب منادى معرب مرة ومبني مرة أخرى في جملتين. حاضر. يبقى أقول لك إيه؟ يا كاتب، يا كاتب التاريخ اكتب المجد. حلو. مبني أقول لك إيه؟ يا كاتب اتق الله. جنود مصر اقوى. حول المبتدا الى تمييز مغيرا ما يلزم. يبقى هنا ايه؟ مثلا ممكن اقول لك مثلا اقوى جنود مصر مغيرا ما يلزم. حلو الكلام. انا عايز اغير هنا جنود اخليها ايه؟ اخليها تمييز. يبقى انا ممكن اقول لك ايه؟ ما اقوى مصر جنودا. يبقى ما اقوى مصر جنودا. يبقى هنا جنودا ايه؟ من حيث الجنود بقت عباره عن ايه؟ عباره عن تمييز. حلو الكلام. طيب امامك تلخيص لمقال قام به احد الطلاب لكنه اخطا واضاف رايه الشخصي داخل التلخيص. اسهم العلماء العرب في بناء الحضاره الانسانيه وانا ارى انهم اذكى علماء العالم وقد انتفع الغرب. ماشي خلاص. شيل رايه. بيقول لك ايه؟ قم باعاده كتابه التلخيص بعد حذف الراي الشخصي. خلاص. يبقى انت تقول له اسهم العلماء العرب. بين اسهم العلماء العرب في بناء الحضاره الانسانيه عبر اكتشافهم العلميه. افصل بقى هنا. وذلك لانهم، يبقى تكتب بقى هنا ايه اهو؟ وذلك لانهم ساهموا في اكتشافات كثيره وعظيمه في كل المجالات قاطبة. ضع خطا تحت الكلمات المبدوءة بألف وصل وهمزة قطع. وصل قطع وصل. بيقول لك هنا الكلمة المناسبة التي تضمن حرف ينطق ولا يكتب. بيقول لك هنا جاءتك رسالة من من جاءتك الرسالة. خلاص يا حبايب قلبي، خلصنا حل التقييمات. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله بإذن الله يستنونا بقى في المراجعات النهائية. أشوفكم على خير. توحشوني جدا. سلام.